الجمعة هناك أنت تتحدث عن قيم، هذه القيم عبر عنها أيضا رأس الدولة رقم واحد الملك محمد السادس عندما أرسل برقية إلى زكريا بوخلال وقال له بأن الحملة التي تتعرض لها حملة ظالمة وأنا أقف معك وأنت شرف للمغرب وللمغاربة. هذه قيم أصيلة يجب أن نركز عليها وأن نبينها، وهي التي أثارت اليوم تثير يعني حفيظة المطبعين وحفيظة القوى الصهيونية، وهناك حملة غير مسبوقة على هذه القيم لثني المغاربة عن التمسك بهواء المغرب العربي. أعود إلى النقطة الأساسية، الإسلام المنفتح. نعم. النقطة الثانية وهي نقطة المغاربة، الفريق المغربي، ليس فقط لأنه خلق هذه الروح بين الشعوب العربية، وأن الشعبين الجزائريين والمغربي كان مع فوز المغرب ومع تشجيع المغرب ضد الفرق الأخرى، هذا ربما أمر ثانوي، لكن الرئيسي والمهم هو القيم التي تبين عنها الفريق المغربي والجمهور المغربي. رفع العلم الفلسطيني، الهتاف باسم فلسطين ضد التطبيع، وهذه أيضا رسالة مهمة أن المغاربة ليسوا مع التطبيع. النقطة المهمة الأكثر وهي القيم التي عبر عنها الفريق المغربي، قيم الأمهات ومرافقتهم قبل الأمهات، السجود لله سبحانه وتعالى، وأن كثير من اللاعبين، هذا زكريا بوخلال حافظ لكتاب الله وكان يصلي بالفريق ويقيم خطبة الجمعة هناك. أنت تتحدث عن قيم، هذه القيم عبر عنها أيضا رأس الدولة رقم واحد الملك محمد السادس عندما أرسل برقية إلى زكريا بوخلال وقال له بأن الحملة التي تتعرض لها حملة ظالمة وأنا أقف معك وأنت شرف للمغرب وللمغاربة. هذه قيم أصيلة يجب أن نركز عليها وأن نبينها، وهي التي أثارت اليوم تثير يعني حفيظة المطبعين وحفيظة القوى الصهيونية، وهناك حملة غير مسبوقة على هذه القيم لثني المغاربة عن التمسك بهواء المغرب العربي. أعود إلى النقطة الأساسية في تطبيل لهذه السلطة أو تلك، لأنها تبقى محدودة أمام التيار العارم. التيار العارم الذي أقصده رؤيته واضحة، ولقد رأينا سواء على مستوى العالم العربي أو على مستوى المنطقة المغاربية، يعني 28 يوم نتاع فرصة نتاع كرة في قطر كانت كفيلة بتحطيم كل القلاع الوهمية النفسية، الحواجز التي بنتها الحكومات، وأولها لما تنظر إلى النفسية التي كان عليها المواطن الخليجي لما أعلن الحصار عن قطر، لأن الناس في بعض الأوقات يتأثرون بملوكهم، يعني حتى الإبل والأنعام والأغنام لم تسلم من الأسر. فإذا بها في لحظة صار المواطن اللي من جدة ولا من الرياض وهو في الدوحة كأنه ذهب إلى مدينة ثانية في داخل السعودية، يعني لزوال التشنج والشحنة اللي كانت موجودة. كذلك الخلافات اللي موجودة أيضا ما بعض تسبب فيها الربيع العربي، بعض التخندق رأيناها كيف ذابت، وأكبرها مشاركة الفريق المغربي والتونسي، وخاصة الفريق المغربي، ذلك التفاعل الذي يعني الروح التي عاود أحياها بين الشعوب، مما تعطي دلالة واحدة فقط، هو أن النخب أصحاب الفكر وأصحاب الرأي والإعلامية والأكاديمية والحقوقية والقانونية وكذا سوف تنتصر في النهاية على النخب اللي تملك القرار بهذه المؤشرات. يعني ذابت، يعني كما يذوب الثلج، يعني هذه كم يعني الفلوس والأموال والبروباغندا اللي صرفتها يعني بناء على صراع الصحراء المغاربية بين المغرب والجزائر، اللي يشوف من بعيد يقول لك هذا مستحيل يتلقوا هذه الشعوب إلى يوم الدين. في لحظة شفنا كيف جزء من الاستطلاع الرأي الذي عمل في داخل الجزائر بطريقة عفوية، إذا لعبت المغرب مع الأرجنتين مع من تكون، إذا لعبت مع إسبانيا بالإجماع نحن مع المغرب، رغم وجود الإعلام الرسمي يعني كان مخجل. الإعلام الرسمي يدل على أفق ضيق جدا جدا، ومن الأمور العناوين التي الحقيقة يعني شر البلية ما يضحك، قرأنا عناوين تدل على انحطاط، تدل على
انهيار في المنظومة الخلقية عندما فازت المغرب على اسبانيا. هل تعلم أن بعض الإعلام الجزائري، وهو طبعا لا أظن أنها يعني ضمائر بعض الأصوات الحرة، إنما ربما محاولة لإرضاء صاحب القرار، قالوا لقد خسرت اسبانيا، طيب خسرت امام من؟ لم يشيروا لفوز المغرب، لانه حقد يعني وكذا. وهذه النفس الحسوده الضيقه الضيق انتهى لا تتعارض مع نفسيه الشعوب الكبيره. يعني تقول انه هذا لم يؤثر على نفسيه ابدا الشعوب؟ هذا ما اردت يعني الاشاره اليه. كيف نقرا التعاليق في بعض الاحيان الداعمه لموقف الحكومه الجزائريه او الحكومه المغربيه شعبيا ضد الآخرين في سب وشتم؟ يعني أنا أعطيتك رأيي، يعني أعطيتك رأيي في هذه المسألة، ويبقى في النهاية هو رأي، يعني لا أستطيع أن يعني أنطلق من منطلق أنه رأي نهائي. لكن قلت لك أنت عندما تتكلم على المنطقة المغاربية 140 مليون، وخاصة يعني الشحن في كثير من الأوقات بين السلطتين اللي هو الجزائرية والمغربية، رغم أن تونس كانت يعني في منأى عن هذا إلى قبيل 10-15 سنة. مع كل أسف ما الذي سحب رجل تونس يعني بطريقة فجة إلى الاصطفاف مع العسكر اللي هو ما فيه عائد لا على تونس ولا على الديمقراطية ولا على كذا. لكن طيب فقط يعني أردت بس نكمل الفكرة باختصار، يعني أردت أن أقول للمشاهد لا تنزعج، لأنه في النهاية قد تجد إعلامي، قد تجد يعني فيسبوكي، قد تجد ربما نصف سياسي مغربي يحب ربما يتملق يعني للعرش ويكتب حاجات هو نفسه مش مقتنع بها. وقد تجد إنسان ربما يتقرب من المؤسسة العسكرية في الجزائر ويكتب يعني فقط من باب الحظوة ولا من باب التقرب وكذا. أقول إذا رأى المواطن المغاربي اللي هو الحمد لله يمثل الملايين، إذا رأى هذه البوستات هي لا تعكس حقيقة التشنج، وإنما تعكس باصطلاح الجزائريين، سامحني على التعبير وسامحني المشاهد الكريم، يعني تعبر عن المشامشية. يعني مشمشية يعني بعبارة أخرى يعني إنسان يعني حب يبحث على فرصة، يبحث على حظوة، شوية مشماش على حظوة، على مانيش عارف راتب، على شوية كذا. هؤلاء لا يعبرون في اعتقادي لا يعبرون عن النفسية المستقرة لسكان المنطقة المغاربية، وهم يتوقون إلى الأخوة والمستقبل.